نفتتح على بركة الله هذا الاجتماع بالنشيد الوطني. تحية لكم أيها الأحرار، أيتها الحرائر، تحية لكم أيها المناضلات والمناضلون، وشكرا لكم على تلبية دعوة جبهة الخلاص الوطني لهذا الاجتماع الشعبي الحاشد الذي هو حلقة في سلسلة من الاجتماعات الشعبية التي شارعنا فيها منذ مدة وسنواصل فيها تواصلا مع أبناء شعبنا في مختلف ولايات الجمهورية. نجتمع مع بعضنا لنقف مرة أخرى على خطورة هذا المشروع الهدام، مشروع الانقلاب وسلطة الانقلاب التي لو قدر لها أن تتمادى فيما قامت به فإن مستقبل هذا البلد يعني يسير نحو المجهول. مشروع يهدد كل مكتسبات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولن أستفيض في هذه الكلمة الافتتاحية في ذلك لأني سأترك المجال إلى ثلة من قادة الجبهة ليستفيضوا في ذلك، ولكن هي فرصة أخرى حتى نؤكد مرة أخرى وحتى نشحذ الهمم وحتى نهيئ أنفسنا لهذا المسار الطويل، مسار مقاومة الانقلاب.
لن يتسنى لنا طي هذه الصفحة البغيضة من تاريخ بلدنا إلا بشد عضدنا بعضنا بعضا بين شعبنا ومناضلينا وقياداتنا السياسية. فلنمضي على هذا المشروع ولنوحد صفوفنا جميعا شعبا وقيادات سياسية معارضة حتى يوفقنا الله إن شاء الله في طي صفحة الانقلاب وإرجاع الديمقراطية إلى بلدنا. الكلمة الأولى إلى الأستاذ جوهر بن بارك، فليتفضل. يسقط يسقط الانقلاب، يسقط يسقط قيس سعيد، يسقط يسقط قيس سعيد. هذا الاجتماع هو دين وإحياء. دين علق في رقبة المقاومة منذ انطلاقها في أشهرها الأولى، عندما منعتنا سلطة الانقلاب المواطنون ضد الانقلاب من القيام بأول اجتماع فئوي في بن عروس، وأغلقت القاعات وقمعت المناضلين والمقاومين. وها نحن الآن ننتقم من سلطة الانقلاب ونعود إلى بن عروس مرة أخرى حتى نلحق وكي ننتهي. هو أيضا إحياء لذكرى مجيدة، ذكرى اختلط فيها الدم التونسي بالدم الفلسطيني في ولاية بن عروس وفي حمام الشط، عندما قصفت طائرات العدوان الصهيوني الفلسطينيين في حمام الشط. ولذلك أطلب منكم أن نقرأ الفاتحة الآن على أرواح الشهداء التونسيين والفلسطينيين في حمام الشط في 1 أكتوبر 85 في مثل هذا اليوم. تحرير فلسطين، شعب يريد تحرير فلسطين، شعب يريد تحرير فلسطين، شعب يريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يسقط الانقلاب. الشعب يريد اسقاط 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 الانقلاب. أنتم الجبهة، وأنتم قوتها وروحها وضميرها ومرتكزاتها ومنطلقاتها ومنتهاها. اليوم جئنا إلى بن عروس، جئنا لنتحدث معكم ونناقش معكم وتستمعون منا ونستمع منكم للمحطات التي قامت بها الجبهة وقطعتها وآفاق عمل الجبهة في المستقبل. هذا الاجتماع نريده انطلاقا لعودة سياسية مقاومة قوية في الجهاد نتحدث فيها مع شهود المقاوم للانقلاب. جبهة الخلاص اليوم تتعرض إلى استهداف كبير، وضعوها محل استهداف كبير، لأنهم يعرفون والغرف التي تخطط تعرف جيدا أن الانقلاب ساقط لا محالة، وهي ترتب وتريد أن ترتب وضع
البلاد في المرحلة القادمة بدون جبهة الخلاص وبدون هذه القوة الرئيسية السياسية الأولى في البلاد. كل ما يحدث الآن لا يغريكم، هو مجرد محاولة لترتيب أوضاع ما بعد الانقلاب، ولهذا تستهدف الآن بشكل مركز جبهة الخلاص. ولكن أنتم عمق هذه الجبهة وأنتم قوتها وأنتم الذين جعلتم منها القوة السياسية الأساسية في البلاد نوعا وجماهيرا. نحن لها. جبهة الخلاص هي القوة الرئيسية الآن في تونس، القوة السياسية الرئيسية من حيث جماهيريتها، ولذلك نحن لا نخشى في جبهة الخلاص المنافسة السياسية مع كل المشهد السياسي، لأننا متأكدين أنه في منافسة نزيهة ديمقراطية بشروط ديمقراطية جبهة الخلاص هي المنتصر، هي الفائز بفضل مكوناتها التي انتصرت في كل المراحل الانتخابية السابقة. يستهدفون جبهة الخلاص لأنها تشكل الآن الإطار النوعي الذي يمكن أن تنشأ منه نواة بناء البديل الديمقراطي الوطني على قاعدة الأرضية المشتركة، أرضية الديمقراطية والتنافس الديمقراطي. هذا ما يرفضونه، وهذا لماذا يستهدفون جبهة الخلاص. أحيانا الجبهة أيضا تتعرض إلى نقد من الجمهور، من جمهور المقاوم للانقلاب. نحن نصغي جيدا لهذا النقد، نصغي جيدا لهذه الآراء، ونتفاعل معها في إطار تصعيد المقاومة ضد الانقلاب، وفي إطار ما تسمح به الوضع الوطني والوضع السياسي الوطني نتطور مع تطور الوضع الشعبي والوضع السياسي في البلاد. ونحن من قدنا هذه الجبهة هي التي قادت كل المشهد السياسي إلى المربعات، إلى مربعات المقاومة، وجلبت كل المشهد السياسي إلى المربعات التي كانت تقولها وتدافع عنها منذ الأشهر الأولى والأسابيع الأولى من الانقلاب. الآن أمامنا مهمات أساسية. الانقلاب ذاهب إلى انتخابات مزورة، الهدف منها إنشاء مؤسسات مزورة. ولذلك نحن أعلنا ونؤكد مقاطعتنا الشاملة والتامة لهذه الانتخابات. نحن لسنا غواصات، نحن بوارج تقصف ولا نحتاج إلى غواصات. لما نريد أن نخوض انتخابات نخوضها على سطح البحر وعلى سطح الأرض ونفوز بها. نرفض انتخابات إطارها السياسي مزور، إطارها الدستوري مزور، إطارها القانوني مزور، هيئتها المشرفة مزورة، ونتائجها مزورة. لن نشارك في هذه الانتخابات ولن نعترف بنتائجها وبالمؤسسات التي ستنبثق عنها. فليسمع العالم أن جبهة الخلاص لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات القادمة. ربنا على باطل فهو باطل. كل شيء باطل. تونس اليوم وشعبها يعيشون المآسي
سياسي الجوع والفقر والتفقير والتهميش والتوقف كامل للعملية الاقتصادية والعملية التنموية نتيجة الانقلاب والرفض. والحكومة الآن تسعى إلى الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيدفع فاتورة هذا الاتفاق الشعب التونسي مما تبقى من جلده المهترئ بهذه الأزمة. نحن ليس لدينا أي شيء نطلبه من صندوق النقد الدولي، لا علاقة لنا بصندوق النقد الدولي. نحن نطلب من هذه الحكومة، حكومة الأمر الواقع، أن تتفق مع الشعب التونسي قبل أن تتفق مع صندوق النقد الدولي، أن تتفق مع الشعب التونسي على التضحيات اللي مش يبذلها التوانسة من أجل حصول هذه الحكومة على قروضها. الاتفاق يكون مع صاحب السيادة، مع من يدفع الفاتورة. وهذه الحكومة ماضية في اتفاق خلفة وتحت الطاولة بدون أن تصالح التوانسة والشعب التونسي بنتائج هذا الاتفاق والفاتورة التي سيدفعها التونسيين والتونسيات في نتيجة هذا الاتفاق. لن نقبل أن نكون رعايا، لن نقبل أن نكون رعايا عند الحاكم بأمره السلطان بوبالا الثاني مفترس سلطة الشعب بشحمها الأبيض ولحمها الأحمر. لن نرضى ولن نقبل بهذه الشروط المذلة. هذه قضايانا الحقيقية، قضايا مصير هذا الشعب. نحن مواطنون وأسياد في بلادنا، ومصيرنا نقرره بإرادتنا الحرة كأسياد في بلادنا. لا نقبل بوس الأكتاف ولا نعترف بأسياد علينا. دمتم ودامت الثورة ودامت قيم الثورة، وليسقط الانقلاب وليسقط قيس سعيد. شكرا جوهر، شكرا لكل التضامن مع ما تتعرض له من هجمة من قبل الغرف التي تسير الإعلام المنحاز في بلادنا. هذه الهجمة التي تعرضت لها لا لشيء إلا لأنك كسرت السردية التي أرادوا أن يضعوا معركة هووية بين جزء من الشعب التونسي ضد جزء آخر، فكسرتها بانخراطك مع مكونات رئيسية تخالفها إيديولوجيا، ولكن تضع يدك في يدها على الأرضية الديمقراطية. هذا هو المشروع الحقيقي، الديمقراطيون ضد معادلة الفساد. الاستفتاء الانتخاب تحت سلطة الانقلاب. 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 الاستفتاء الانتخاب تحت سلطة
شكرا. الكلمة إلى السيدة نائبة رئيس مجلس نواب الشعب القيادية في الجبهة السيدة سميرة الشويش. شكرا سيد أسامة، تحية لكل الحضور، تحية طيبة. أينما ذهبنا نجدكم تسبقوننا بنفس الحماس، بل بالعكس كل مرة نشوف الشعلة المتشابهة بالموقف في العيون. بارك الله فيكم، أنتم تخجلوننا حقا بهذه الإرادة المتعسة. أنا سأنطلق من النقطة اللي انتهى منها أستاذ أسامة، أن اليوم المشهد أصبح هل أنت ديمقراطي تؤمن بحقك وحق غيرك في الاختلاف أم لا؟ هذا اليوم هو الفيصل أو المعيار الذي نعتمده. هل أنت تؤمن بأن كل تونسي مهما كان مختلفا بيننا وبينه أرضية مشتركة يمكن نبني عليها الوطن، أو أنت إقصائي تحمل بذور الحقد في قلبك؟ وهذا الانقلاب لخص كل ما هو إقصاء وحقد. هذا ما رأينا، هيك علاش اليوم نستطيع أن نقول هذا الانقلاب يقود الانقسام وتقسيم هذا الشعب الطيب، بينما كل القوى الديمقراطية والحضور الكريم هو من يتمسك بهذه الديمقراطية. أنا نعم في هذه الجبهة أمثل في جانب حزبي، لكن في جانب الرسمي كذلك أنني النائب الأول للسيد رئيس مجلس نواب الشعب، وأقول لسلطة الانقلاب لو كان في ظنك أنك أهنت هذا المجلس بالنواب الموجودين فيه، سواء اللي هم يشاركون الرأي الآن أم لا في الضفة الأخرى، فإنك عكس ذلك فعلت، لأنك منحت شرعية أبدية على قول الزميل عبد اللطيف العلوي لهذا المجلس. هو أول مجلس شرعي 100% تم الانقلاب عليه في تونس، وسيدرس ما تعرض له هذا المجلس عبر أجيال وأجيال قادمة. فتحية للسيد رئيس المجلس الذي كان أول من تصدى للانقلاب أمام بوابة المجلس، وتحية لكل زملائي كانوا موجودين، شكرا زملائي كل موجودين تقريبا أمامي، تحية لكم. لن يحرجنا أحد في قول لن يحرجنا أحد اليوم بالقول أن هذا مجلس وقد يكون الدفاع عنه لمصالح شخصية أو حزبية. نقول له اليوم بعد سنة وأكثر من سنة من هذا الانقلاب أصبح باين لدى الجميع أن هذا المجلس كان شرعيا، وأن ما قام بهذا المجلس في الحفاظ على حد أدنى من التوازن على الأقل في علاقة بالحكومة بالمالية العمومية قد تم يعني هدم هذا التوازن، وهذا نشوف النتيجة اليوم. أنا نقول المجلس اليوم طبعا كلكم تعرفون ما معنى أن دولة تحترم نفسها ودولة تقول أنها دولة القانون لا وجود للسلطة تقابل الجهاز التنفيذي. هذا حال تونس اليوم 12 سنة أو 11 سنة بعد الثورة. يعني اليوم التونسي نحب نتوجه للتوانسة، يلوموا علي يقولوا لي تتكلم باللغة العربية الفصحى، تتكلم لغة التوانسة الدارجة. أنا التونسي اليوم في صورة مهينة، أنا يعز بي التونسي يقف على باكو سكر، ناس معناها تتضارب والناس معناها تهين بعضها البعض، ولا أحد يجرؤ للأسف، لا الإعلام الذي انخرط في تشويه الشعب التونسي ولا أي جهة رسمية. أقول له أن السبب الأول والأخير الذي جعلك اليوم في حالة يعني احتياج وتمد في يدك فهي هذا الانقلاب الذي جعل من تونس دولة لا ثقة في الدول الشريكة فيها. يعني اليوم الدول تنظمها اتفاقيات، ومجلس نواب الشعب كمؤسسة، لا أريد الدفاع عن المجلس بعينه، ولكن مجلس نواب يمثل كل القوى السياسية، هو الضمان اللي يخلي الدولة من الدول عندها مصداقية لدى
الدول المانحة أو الدول التي تبرم معها اتفاقيات. لكن اليوم تونس ورقة للأسف في هواء لولا أبنائها اللي شادين جذورها أنتم ملح الأرض. فاليوم نقول لسلطة الانقلاب لقد فقرت الشعب التونسي، لقد أهنت الشعب التونسي وتركته في صورة لا ترقى لتاريخه والحضارته والتراكم الذي أسسه، وخاصة فيما له علاقة بالديمقراطية. لأنه اليوم اللي معناها متوجهين للانتخابات، لأنه بدينا نسمع شوية أصوات قد تنخرط في هذه العملية. أول شيء ما بني على باطل فهو باطل، طال الزمن أم قصرا. واللي سجل نفسه في قائمة الشرفاء سجلها، واللي ما سجلش أقول له فاتك القطار. لأنه محطة الاستفتاء كانت تقريبا الفرصة، نقول قبل الأخير أنا لست من الناس القصوويين التي تقطع الطريق معناها أمام كل من يقوم بمراجعة لنفسه. لكن اليوم نقول أنه كل من هو ماض في الانخراط في هذا وتكريس نقطة من النقاط التي سطر لها هذا الانقلاب، فهذا أقول أنه الخطر بعينه. نداء الأخير قبل ما يبدأوا يسكروا علي الميكرو، ندائي الأخير لسيدات تونس، لحراير تونس اللي نشوف فيهم شكون، وأكيد كلكم خضتوا نوع من أنواع النضال سواء في إطار أحزابكم، النضال هذاك على المبدأ هذاك نعم، وشكون اللي دخلوا البلديات، وشكون اللي ناضلت من أجل أنهي تقتحم الحياة العامة وتقدم الإضافة. فنقول لهم اليوم أنتن أصبحتن ديكورا ورقم من الأرقام، وحتى الرقم اللي كنا نتزايد به على بقية الدول في السابق، أن نسبة مشاركة النساء في المجال السياسي في المجالس المنتخبة إلى آخره في الحكومات كان يعني النسبة كبيرة. لكن هذه المرة مش باش تكونوا قلال فقط، لكن باش تكونوا كذلك يعني لا دور لكم تقومن به. فاليوم نشوف أنه لا غطاء إلا غطاء الديمقراطية باش يحمي المواطن التونسي أيا كان سيد أو سيدة. نقول اليوم للتوانسة راهو الربط يعني تخلصوا من الأوهام والأكاذيب التي طالما حاولوا إقناعكم بها. ما تعيشونه اليوم عشرية الأشهر التي تجاوزت 10 أشهر، يعني عشرية السواد الحالك هذه، لو أنه الكلمة لا أحب استعمالها، لكن السنة وليف التي قضيناها هدمت كل بذرة وقع زرعها من أجل شجرة تعطي أكلها أكيد إن آجلا أو عاجلا. فنقول لهم أن الانقلاب هذا تقريبا إرادته أن يدمر ذلك. نقطة ثانية في علاقة كذلك بالمستوى الاجتماعي للشعب التونسي، نقول له أنه كل ما تقدم هدم المؤسسات اليوم ساكتين عليكم، ربما لأنه ليس من مصلحة هذا الانقلاب أنه تكون هنالك تحركات اجتماعية، ولكن من لم يأته الدور اليوم في الإقصاء، ولا من لم تصادر معناها حقوقه في الكلمة وحقوقه في ممارسة ما كفله له دستور 2014، فالدور جاي عليك لكي تقمع بأي طريقة كانت. فاليوم نقول لا خلاص لتونس إلا أنهي ترجع للبناء الديمقراطي، تعود إلى دولة المؤسسات حقيقة، تعود إلى دولة تحترم رموزها. يعني عندما يفشل هذا الانقلاب اقتصاديا ويفشل اجتماعيا معناها يحول وجهة الأنظار إلى محاكمة رموز الدولة. ما معنى أن تحاكم أو تقوم بمحاولات في الإهانة؟ هم لن يصلوا إلى الإهانة، إلى رموز، إلى رئيس حكومة أسبق، إلى رئيس برلمان، إلى عميد محامين، إلى نواب، يعني تستسهلون إيقاف الناس. ومعناها ما أسهل أنكم بعد ما لم تكن التهم أو الإيهام بالتهم على ذلك القدر من الجدية.
نقول اليوم للشعب التونسي لا حل لك إلا دعم الأصوات الصادقة التي تريد تكريس الديمقراطية في تونس. ما عندكم حتى حل آخر إلا هذا، وإلا عزلة تونس ستتضاعف. تونس معزولة وكل المؤشرات تقول أن الملاليم التي ستعطى من النقد الدولي هي لن تسمن ولن تغني من جوع، هي فقط لإدارة بضعة معناها أشهر لن تتجاوز حتى شهرين، ولكن ما سيدوم لنا كنسيج اقتصادي قوي لن يكون إلا تحت خيمة الديمقراطية. فتحية لكم مرة أخرى، شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. وملتقانا في الشارع، سنعود للشارع وسنعود للنضال الميداني، ولن تحب كل أنصار بكل جهة، ويسقط الانقلاب. شكرا أستاذة. الأسعار شعلت نار والمواطن في حصار. 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 الكلمة الآن للدكتور عبد اللطيف المكي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أيها المناضلون والمناضلات في محطات الشرف هذه للدفاع عن تونس وعن الشعب من أجل استرجاع الديمقراطية كطريقة لحكم البلاد. احنا اليوم لو نحاولوا باش نلخصوا شنو النتيجة بتاع حكم قيس سعيد بعد 436 يوم. الحكومات يحاسبوها بعد 100 يوم، وهي حكومات عندها سلطات محدودة. احنا بعد 436 يوم بسلطات مطلقة. ما هي حصيلة قيس سعيد؟ حصيلة قيس سعيد فيها صفر من الإجراءات لصالح الشعب. ما ثم حتى إجراء لصالح الشعب يترجم به ولو 1% من الشعارات الشعبوية إلى فعل. بالفعل ما ثم حتى إجراء لصالح الشعب ولو رمزي، في حين أنه دمر أغلبية المكتسبات الديمقراطية، ابتداء بالبرلمان، حرية التعبير، حرية التظاهر، هيئة الانتخابات إلى غير ذلك. واللي ما دمروش تو يدمروا. أتساءل علاش قيس سعيد من أول ما مشى سكر هيئة مقاومة الفساد؟ صدفة؟ مسألة شخصية؟ السيد هذا اليوم يحكم على الفساد، لأنه غياب الديمقراطية يعني الفساد، لأن النظام اللي ما يستمد شرعيته من الشعب يستمدها من اللوبيات ومن شبكات المصالح غير المشروعة. هذه حصيلة قيس سعيد. سمعة تونس في الخارج، أصبحنا يمنوا علينا بسم القمح وبثمن القمح والفرينة، وأصبح يسمي هذا صمود غذائي. صمود غذائي. هل تم بهبرة أكثر من البهبرة هذه؟ وشعبوية أكثر من الشعبوية هذه؟ فيق بروحك. والناس اللي مازال عندها فيها أمل فيقوا برواحكم. وين دور تونس في ليبيا؟ اللي هي احنا وليبيا نمثلوا لبعضنا امتداد استراتيجي وعمق استراتيجي اقتصادي واجتماعي وامني. وين دور تونس؟ دور تونس تبدل، اصبح متدين لمواقف دوليه اخرى مع دول مصالحها متناقضه مع مصالحنا مع ليبيا، لان مصالحنا مع ليبيا هي مستمده من الروح الاخويه. هذه انجازات قيس سعيد، وإنجاز دستور يحط علينا سلطان وأكثر من سلطان.
الحكم الفردي المطلق. البرلمان لا دور له في دستور قيس سعيد، لا يعطي شرعيه للحكومه ولا ينجم يراقبها ولا ينجم ينحيها، لانه يشترط الثلثين اللي هو اجراء مستحيل. ايه النائب اللي باش يدور في الجهات ويقول لهم انتخبوني باش نعمل لكم ونعمل لكم، كيفاش باش ينفذ البرنامج؟ اذا كان هو ما عندوش ولايه على الحكومه، اذا هو ما يعطيش الثقه للحكومه ويشترط عليها في بيانها الحكومي ان تنفذ كذا وكذا وكذا، وبالتالي لا دور له. مش ممكن قيس سعيد يعمل قانون يخرج برلمان باش ينازعوا في السلطه، فضلا على انه اشتراط انه النائب ما يمارسش اي عمل اخر بمقابل او دون مقابل يخلي كثير من الفئات الاجتماعيه المهمه ما تدخلش البرلمان، لا اطباء ولا خبراء محاسبين ولا محامين ولا 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 ولا. وهذا الخبث. ومنع التمويل العمومي باش اذا كان يكون شاب نظيف ولا مناضل نظيف ما عندوش حق التمويل ما يترشحش، ما يترشح الا باش يصرف عليه فلان او فلان او فلان. هناك ضرب في المفاصل نتاع الديمقراطيه في ما سمي بقانون الانتخابات. هذه حصيله قيس سعيد. ولذلك اليوم اذا هم يسموا في العشريه السابقه العشريه السوداء، انا اقول العام هذا هو عام الجوع والخوف. عام الجوع والخوف. وربي يقول في سورة لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا جوهر من جواهر المقاصد الشريعة الإسلامية والإسلام، وبالتالي قيس سعيد ضربها المقاصد اللي يدعي أنه مش ينفذها في دستوره. عام الجوع وعام الخوف. ثم حكومة في العشرية السوداء تحت رقابة البرلمان كانت مش ترفع في الأسعار بهذه الطريقة. تخاف من البرلمان، تخاف من المساءلة. اليوم الدولة أصبحت علبة مسكرة، لا عندك حق في المعلومة. وشفتوا شقات بوصلة تقرير، طلب تقرير على القروض وعلى الهبات، كيف طلعوا ضده ما حبش ينشروا وما حبش يعطي المعلومة. مشات من جمعية بوصلة ما حبش يعطيها. ومالك في البرلمان اي جمعيه اي مواطن اي كذا يشد باب البرلمان ويدخل ويقابل البرلمان ويدور على الجدل وقضيته توصل، على الاقل تتحل ولا ما تتحلش موضوع اخر، انت والقانون والامكانيات والظروف، لكن قضيته توصل. اي مواطن يجي من اخر اطراف الجمهوريه يقف قدام البرلمان، وبالعكس يبداوا النواب يتلاقوا فيه شكون يقابلوا ويتلقى القضيه نتاعو. شنو علاقة الدولة اليوم؟ تسكرت. وعمل قيس سعيد مع النقابات الأمنية هو ليس لتنظيم العمل النقابي الأمني ولا غير على الدولة، هو من أجل أن يسيطر على أدوات القوة، كما حب يسيطر على القضاء يحب يسيطر على الأمن. وبالتالي هذا مشروع تدبيري بتونس. نتيجة هذه الحصيلة لكي لا نيأس من شعبنا، أن السؤال في الشارع تغير، في القهوة وفي الخدمة وكذا ما عادتش الحماس القيس سعيد ولا اللي بيكم يلي عليكم يلي عملتوا. وخليني ماك الإحصائيات نتاع سبب الآراء. السؤال الناس يقولوا وين ماشيين؟ شنو الحل؟ كيفاش؟ وذاك علاش يلزمنا نمشوا لهم، ما نقتصروش على الاجتماعات. قبل كنا ندوروا البورتابورت ونمشوا للقهاوي، توا نمشوا بالبورتابورت وللقهاوي ونفهموا الناس ان مصلحتهم في مقاطعه الانتخابات، وان مصلحتهم في اسقاط الانقلاب، وان مصلحتهم في استعاده الديمقراطيه، وان نوعدوكم باش نبدلوا ونعملوا نقد ذاتي ونبدلوا. حتى نحن عملنا غلط وبرشا ناس عملت غلط يلزمها تراجع، لانه المواطن تخوف أن تتعاود نفس الأخطاء. ولكن معالجة الأخطاء لا تكون بالانقلابات. ولذلك اليوم نمشوا للمواطن ونفهم المواطن. والمواطن الآن أصبح متقبل المفيد نعطيه رؤية للمستقبل. كيف تقول له قاطع الانتخابات هاوش مش نعملوا بعدين. وما عادش عندنا الحرج لأنه شافوا بالمكشوف.
شنو البرنامج وشنو النتائج. انا يحرجني انا شخصيا سؤال المواطن وقت يقول لي ايش فيكم المعارضه ما كنتش متوحدين. هذا سؤال لا يحرج. ايش فيكم المعارضه ما كنتش متوحدين؟ والمسؤوليه مش مسؤوليه جبهه الخلاص، جبهه الخلاص بين ايديها للناس كل. وهذا نداء لكل المعارضه، راهو اذا اختلفنا على الماضي ما يعنيش ان نبقوا متباعدين وتضيع الدنيا ما بيناتنا وقيس ويجيوا التعليق نتاع القوى الدوليه. شنو البديل على قيس؟ المعارضه هاي منقسمه. ليس مبررا لاختلافنا في السابق ان نبقى متفرقين في معركه استعاده الديمقراطيه وان سنوكل واحدا واحدا. القضيه قضيه وقت. القضيه هي قضيه وقت، لانه الضربه التي وجهت للديمقراطيه في تونس اسبابها مش محليه بحته. في جهات دوليه لا تريد ان تنعم تونس بالديمقراطيه وبالرفاه، ولذلك ستسعى الى استدامه الانقلاب، ستسعى الى تقويض الانقلاب، ونحن نواجهه بتقويض الصف الشعبي ومقدمته هي وحده المعارضه. واختم لكي لا اخذ وقت اصدقائي، انا نحيي المحكمه الافريقيه على حكمها الشجاع. وهي لجنه فينيسيا قالت اللي عملوا قيس سعيد غلط، والمحكمه الافريقيه قالت اللي عملوا قيس سعيد غلط، وقبلها من كل الشعب قال اللي عملوا قيس سعيد غلط. ولكن القطار قطار الانقلاب يريد ان يضع على اعناق الجميع ولن يمر باذن الله. هذه تونس كالمهر العربي الاصيل سينتفض ويزيل عليه كل الغبار باذن الله. والسلام عليكم. الشعبويه وحده وطنيه ضد الهجمه الشعبويه. وحده وطنيه ضد الهجمه الشعبويه. الكلمه الان للاستاذه لميا الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذا الجمع الكريم، شكرا على استقبالكم لجبهة الخلاص الوطني في مدينة الياسمينات وفي ولاية بن عروس، الولاية التي أرادوا أن يخوفونا بها وأن يجعلوا منها بعبعا بعد أن تم تنصيب وادي على رأسها وادي الانقلاب. تنظيمنا اليوم لهذا الاجتماع في هذه الولاية بالذات هو تحدي جديد لجبهة الخلاص وللمقاومة ولكم ولكل هذا الشعب الثاني. يسقط الانقلاب، يسقط الانقلاب، يسقط نموت ويحيا الوطن. كلمات ننشدها في نشيدنا الرسمي، لكننا أثبتنا ونثبت أننا نقولها قولا وفعلا، لا نقولها رياء ولا نقولها نشيدا، بل قلناها وما زلنا نقولها قولا وفعلا. نحن هنا صامدون، وقد أثبتتم أنكم تقدمون أرواحكم زكية ويعني بثمن بخس حتى يحيا هذا الوطن. قدمنا شهداء إبان الاستعمار، وقدمنا شهداء في فترة الدكتاتورية، وقدمنا شهداء زمن الانقلاب. نترحم على كل الشهداء الذين ذهبوا في مقاومة الانقلاب. نترحم على رفاق زمان العاشوري، نترحم على شهداء الأحزاب السياسية وخاصة حزب حراك تونس الإرادة الذي قدم 3 شهداء في مقاومة الانقلاب عندما كانوا يحضرون إلى الشوارع مقاومين ثابتين صابرين
ديمقراطيتنا الناشئة، أراد أن يسرق أحلام أجيالنا بالديمقراطية وبالرخاء، لكننا نقول له أننا هنا صامدون، نخوض معركة الشرف والحرية. يسقط الانقلاب، يسقط الانقلاب، يسقط الانقلاب. متضامنون مع كل ضحايا، أو لا نقول ضحايا بل مقاومي الانقلاب، مع مجلس النواب، مع السياسيين الذين يجرجرون يوميا أمام القضاء من أجل ربما معاقبتهم لأنهم أحرار ولأنهم ديمقراطيون. متضامنون مع شعبنا الذي يعيش الظروف الصعبة ويعيش الأمرين من أجل قوت يومه. متضامنين مع كل أحرار هذا الشعب، متضامنين مع رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي الذي بدأ به الحراك، حاول التنكيل به، حاول أن يستبعده، وهو فعلا موجود خارج البلاد بحكم الحكم الغيابي التعسفي الذي صدر في شأنه. نذكر أن الدكتور المنصف المرزوقي أول رئيس ديمقراطي للبلاد خرج وسلم البلاد إثر انتخابات ديمقراطية شهد بها العالم، وقد خرج طوعا واعترف بهذه الانتخابات. اليوم يجد نفسه أمام هجمة شرسة لبعض الإعلاميين الذين باعوا أنفسهم للانقلاب. نذكرهم أن الدكتور المنصف المرزوقي لم يقاضي يوما صحفيا، ولم يزج بالسجن يوما لمعارض، وأنه أظهر دستورا يعني أذهل العالم، دستور 2014 الذي ما زلنا إلى اليوم لا نعترف بغيره دستورا للبلاد. دستور 2014 هو دستور الجمهورية التونسية، وأبدا يحاول قيس سعيد. نقول لقيس سعيد ارحل، ارحل، كفاء كفاء، يسي باستا، يسي أكهو وفاء، جيم أوفر، يسي عيشك. لقد سممت تاريخنا، سممت ديمقراطيتنا، سممت أجواءنا، سممت معيشتنا. يكفي. نعم أخطأنا عندما انتخبناك، لكن اليوم نحن نصحح هذا الخطأ. نحن اليوم نقاومك ونقول لك ارحل، لأنك متى لم ترحل، متى لم تخرج، سنخرج لك، سيخرج هذا الشارع لك، سنخرج سلميين، وسنحافظ على كل حجر، وسنحافظ على كل شجر، لأنها بلادنا، لأنك ستمضي ونحن باقون. النظم تمضي وتونس تبقى، أنت عابر ونحن باقون. نقول لك هذه رسالتنا، ارحل، لأنك متى لم ترحل سنخرج لك وسترحل، إن طوعا أو قسرا، مع تشديد يعني التأكيد على أن خروجنا وأن مقاومتنا لك ستكون في كنف السلمية، لأننا أثبتنا للعالم منذ 2011 أننا شعب مسالم، وأننا متى أردنا الحياة استجابت لنا الأقدار، وأننا شعب لا يلين، وأننا شعب عنيد عنيد عنيد، وسوف يتكسر الانقلاب على صخرة عنادكم. وشكرا. بكل
عشت يا وطني بك الضعيف يهان مبات حر في أمان بك الضعيف يهان مبات حر في أمان بك الضعيف يهان مبات حر في أمان عشاق الوطن الشعب يريد اسقاط الانقلاب. 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 الشباب هم ذخر الأوطان وعماد الشعوب. للأسف في بلادنا أغلب الشباب يئس من العيش فيه، فكثير منهم انكفأ على نفسه، وكثير منهم رمى بنفسه في عرض البحر، وكثير منهم يمم شطر بلدان أجنبية. ولكن هناك فئات من الشباب آمنت بهذا الوطن وانخرطت في النضال من أجل حرية هذا الوطن ومستقبله، ومنهم الشاب الألمعي محمد عياد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب البلاد كما لا يحب أحد، صباحا مساء ويوم الأحد. تحية نضالية إلى الصادقين والثابتين المدافعين الحقيقيين عن الديمقراطية. تحية إلى كل الحاضرين الذين لبوا نداء وطن في هذه القاعة. بين ذكرى قصف هذا الوطن والنضال من أجل استرجاع الديمقراطية جراء قصف الديمقراطية من قبل هذا النظام الفوضوي والسلطوي، نحضر اليوم مجددين العهد مع جماهيرنا ومع أبناء شعبنا، مع كل القطاعات من المثقفين ومن العمال ومن الشباب ومن الطلبة، لأن هذه الجبهة جبهة الخلاص متجذرة في عمق الشعبي. نحن لا نخاف جماهير شعبنا، بل في هذه القاعة كافيين إلى تزكية شخص. أظن أنه التزكية 400 شخص اللي في القاعة هذه يعني تجاوز العدد نتاعها التزكية نتاع شخص باش يكون في البرلمان. فاليوم الناس اللي قاعدة تجري وراء تزكيات من أجل مشهد كرتوني، من أجل المجلس بدون صلاحيات، هكا علاش نحن اليوم قلنا سنسعى إلى استرجاع الديمقراطية وسنسعى إلى استرجاع هيبة المؤسسات وهيبة دولة القانون. لأنه اليوم اللي يمس الشيء هذايا هو باش يكون عنده تأثيرات للأجيال السابقة إن شاء الله، والشيء هذايا لابد أن احنا باش نتصدوا له بطموح شبابنا، ونتصدوا له بنضالات أبائنا، ونتصدوا له بصرخة ذاك الجنين اللي باش يولد يقول يسقط الانقلاب، يسقط الانقلاب. ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. ونحن اليوم في جبهة الخلاص نقاوم من أجل كسر هذه التضييقات على الحريات الخاصة والعامة، من أجل كسر هذا الوهن عن الاقتصاد البلاد الذي شرد العباد وجوع الإنسان وجوع الحيوان. اليوم جبهة الخلاص الوطني تطرح نفسها منذ انطلاق يعني هذا المسار الانقلابي كجبهة سياسية جامعة لكل المكونات والعائلات السياسية والفكرية على أرضية وقاعدة استرجاع المسار الديمقراطي. ونحن اليوم فاتحين أيدينا إلى كل الشخصيات الوطنية وإلى كل الأحزاب السياسية وإلى كل شباب وحراير تونس من أجل هذا العلم، من أجل مستقبل البلاد، من أجل مستقبل هذا الجيل اللي ضاع واللي ما
ماناش باش نسلموا من اجل استرجاع الديمقراطيه. شباب تونس اللي حل عينيه على الديمقراطيه والحريه، شباب تونس اللي كسب اكبر مكسب، وكنا في اناشيد نقول خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور السباع في سباع ضحى في سباع. في هذه الحريه اكبر مكسب اللي نحن كسبناه، ماناش نشتغل باش نتخلوا على هذا المكسب. علاش نحن منخرطين؟ وجيت اليوم انا محمل بهموم الشباب التونسي، الشباب اللي فقد الامل، الشباب اللي هاجر تونس في قوارب الموت جراء فقدان الامل، جراء ان القانون اللي اصدره قيس سعيد في الغاء قانون 38 اللي يعتبر امل او بصيص امل للشباب التونسي في تشغيل العاطلين على العمل. اليوم الشباب ما عادش يحلم ويطمح ويبحث عن شغل، ولا يبحث عن السكر، ولا يبحث عن الزيت، ولا يبحث عن الحليب، ولا يبحث باش يعيش باش يفيق. هذاك علاش النظام السياسي اليوم، هذا النظام الهجين، هذا النظام المفلس، هذا النظام المضرب في حق شباب تونس وفي حق مناضلين تونس وفي حق كل القوى السياسيه المؤمنه بالديمقراطيه وعلويه القانون. انتهت الاسبوع الفارط. الرجوع ولا الركوع، الرجوع ولا الركوع. انتهت الاسبوع الفارط. انا اريد ان احيي هذه الروح التي يتكلم بها هذا الرجل، فتحيه لك من هذا المنبر الى كل المناضلين الحقيقيين المدافعين عن الديمقراطيه. انتهت ايام بوشوسه السينمائيه الذي كرسها هذا النظام الهشيم نكاية في معارضين سياسيين، ولكن هذه هي الدراما الذي قدمها النظام في ليالي وايام كانت متزامنه مع زيادات في الاسعار، كانت متزامنه مع انه شفنا التوانسه يتعاركوا على كيلو سكر ويتعاركوا على دبوزه زيت ويتعاركوا على بوك حليب. الشيء هذايا في كل مناسبه، في كل مناسبه نتاع انه تضييق على الحريات باش تلقى محاولات نكايه في خصوم سياسيين. فمن هنا المنبر نحن نقول انه نساند كل الذين تم احالتهم على القضاء من اجل شكايات سياسيه الغايه منها تركيع وترويع المعارضين، ولكن نحن نقول انه لا حياد، لا حياد عن مستقبل البلاد، ولا حياد عن الخط الديمقراطي الوطني الذي انتهجناه واسترجعناه بتضحيات شباب الذين قدموا ارواحهم قربانا من اجل الحريه، شهداء وعشرات الشهداء من مختلف العائلات السياسيه. كما قلنا انا عندي هموم الشباب التونسي، شباب اليوم اللي شفناهم امس غاديين يتظاهروا قدام وزاره التربيه، لانه نحن نقولوا نتضامنوا مع خريجي التربيه والتعليم، ونتضامنوا مع الاساتذه النواب، ونتضامنوا مع شباب تونس اللي يبحث عن عمل، ونتضامنوا مع شباب تونس اللي يبقى يلوج على بصيص امل في هذا الوطن. ولكن نحن نقولوا انه البلاد هذه بلادنا، ورانا ملاكه في البلاد من الشدايا، وراهو عمرنا اطول من الانقلاب، ورانا مناضلين مواصلين في حملات شعبيه بيد بيد ودار دار وزنقه زنقه الى حين الاحتفال في شارع الثوره بسقوط هذا الانقلاب. اخيرا نقول انه الناس اللي تتساءل على تواجد وعلى هذه الروح وعلى الحرص من هذا المكونات اللي تكون جبهه الخلاص والمناضلين اللي في كل مره لبوا نداء الوطن، نقولوا انه الناس اللي تتساءل عن طينه الناس هذه راهي ما تشريش كيلو سكر، والناس هذه ما تشريش باكو حليب، الناس هذه قدمت تضحيات، ونقول لهم راهو ذكر اعداء الديمقراطيه الحاقدين ان اعيننا على البلاد ما حيينا، لما راينا ظلما تجاوز المدى صارت دماء الرفض فينا لكنس النظم انتهت واثبتت بالاولين والاخرين متى كنتم رجالا سراق البلد الخائنين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
العشق باقي، لكن العشق باقي في كل الأوطان، في كل الأوطان. عشاق الوطن، عشاق الوطن. رفع الدعم مش الحل يا حكومة الفشل. رفع الدعم مش الحل يا حكومة الفشل. قبل ما نحيل الكلمة الختامية لأستاذنا أحمد نجيب الشابي، حبيت نقرأ عليكم قصيدة عجبتني، قصيدة الشاعر الأخ الصديق العربي القاسمي بعنوان شاهي نرجع للعشرية. شاهي نرجع للعشرية، نقضي قضية، نشتري السكر والشامية، ونهدي هدية في عيد العيلة والذرية، نعبي قفة سميد وزيت وكاكاوية، وحكة نفة وفارينة وقهوة مرحية، نعبي المازوت الكرهبتي لا صف ولا محسوبية، وما نخافش كي نشد ثنية، نروح ما نبقى شمبان وديبا ناري كركرفية. شاهي نرجع للعشرية، شاهي نشبع بالحرية، ننقد أعمال الحكام ونروح لا خوف عليا، ولا غاز لا كريم وجان، ولا شرطة تسأل عليا، ولا موقوف ولا مبحوث، ولا محاكم عسكرية، ولا قطب متاع الإرهاب، ولا حبس المرناجية. شاهي نرجع للعشرية، شاهي نمشي ننتخب وصوتي عنده أهمية، سلطة حرة تشريعية وقضائية وتنفيذية، موش بهيم نتركب وهذاك مفحج عليا، يتهمتر ويشتم ويسب، وتونس في عزلة دولية، والاقتصاد مشات خرب، الدينار بقيمة المية، مخزون الدولة تنهب، ورجعوا لنا الطرابلسية. شاهي نرجع للعشرية، شاهي دستور 14 لا حجرة لا عنصرية، مفصل مبني بالنقاش، مش شطحة انفرادية، حتى غلطة ما ثماش، مطروز بفن وحرية، روح الثورة ما يخطاش، مشروع الديمقراطية. شاهي نرجع للعشرية، شاهي نرجع للعشرية، تحيا تونس تحيا تونس، وتسقط الدكتاتورية، ويسقط انقلاب الغدرة، لا كرامة ولا حرية. تحية للشاعر العربي القاسمي. أستاذ نجيب تفضل. أن أحيي كل فرد منكم، كل امرأة، كل رجل، كل شاب أتى إلى هذا المكان، لأن مغزى هذا الاجتماع على غاية من الأهمية. نشعر ببعضنا كالبنيان المرصوص سدا في وجه الدكتاتورية والالتفاف على الشرعية، ومن أجل إنقاذ تونس مما تعيشه الآن من محن. أخواتي إخواني، أريد أن أخص منكم بالتحية صديق عرفته مناضلا في الشوارع، صديق عرفته السجين لمدة 13 سنة، صديق اختلفت معه وهو على رأس وزارة الداخلية، واختلفت معه وهو على رأس الحكومة، لكنني احترمت دائما فيه القيم والشهامة والشجاعة. Yeah!
قيادتها، واقتاد عددا منهم من بينهم الأخ علي والشيخ راشد الغنوشي في هذا السحر على الساحر. وخرج هؤلاء جميعا مرفوعي الرأس، وخرج هو مكسور الخاطر شاعرا بالعجز، خاصة وأن القضاة التونسيين قد انتفضوا انتفاضة أخواتي إخواني، أعتقد أن كل واحد منكم جاء هنا وهو يحمل حيرة وسؤال: إلى أين نحن ذاهبون؟ أيننا نحن من إرجاع البلاد إلى سالف عهدها، عهد الحرية والديمقراطية؟ أين نحن من إنقاذ تونس من الانهيار الاجتماعي جراء الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي نعيشها يوميا في بيوتنا وفي أحيائنا؟ هل من أمل في إسقاط النظام، في إسقاط الانقلاب؟ أجيبكم بكل إيمان: نعم أيها الإخوة، إن في آخر النفق لنور، لكم قبل قلوبكم. كيف كانت أوضاعنا منذ السنة خلت؟ كان يستأسد علينا مدعيا تأييدا شعبيا زائفا من غير صدد الاختلاف. وأين هو الآن؟ معزول فرد أحد، لا أحد يسانده. حتى اللجنة الاستشارية التي شكلها لصياغة الدستور المصري انفضت من حوله. كل الأحزاب السياسية قررت مقاطعة الانتخابات المغشوشة التي يتهيأ لإجرائها في 17 أكتوبر. كل الحركات المدنية، كل الأحزاب السياسية، كل الشخصيات الشريفة على مدى هذا العام تقاربت من بعضها البعض، وإن هي لم تتحد بعد لتقف في وجه هذا الدكتاتور ولتعزله عزلة داخلية مطلقة. وهو معزول دوليا، لا أحد يصادقه ولا أحد يصدقه، والجميع يستنكف منه. أيها الإخوة، هو يضعف، هو في أفول ونحن في نهوض. نحن من نحن؟ نحن جبهة الخلاص الوطني، نعم، باعتبارنا أصبحنا بوحدتنا، بتأخينا، بعملنا الميداني القوة السياسية رقم 1 في البلاد التونسية. لكن قضيتنا ليست حزبية ولا ائتلافية، قضيتنا تونسية. ولذلك حينما نقول نحن، فنحن المجتمع التونسي بأطيافه وألوانه المختلفة. أنا أعتز حينما أتذكر أيام 16 و14 و16 و18 جويليا الماضي، حينما خرج النقابيون، ثم خرجت أحزاب لا نشاطرها الرأي لكن نعترف بحقها في الوجود وفي النشاط. ولما خرجت الجبهة يوم 23 لتقبل ذلك الاستفتاء الذي فشل وخرج منه قيس السعيد مهزوما، لم يشارك ثلث الشعب التونسي في الاستفتاء، لم يشارك حتى عشر الشعب التونسي في الاستفتاء. وحتى لو صدقنا أن ثلثه قد شارك، فإن الغالبية الساحقة قد قطعته باعترافهم ورغم تزويدهم. لذلك أيها الأخوة، أقول لكم واثقا، ثقوا
لأننا على الطريق السوية، قد تكون صعبة، قد تكون فيها عثرات، ولكننا في الطريق السوية. لماذا؟ لأننا أصحاب قضية، ليس لنا من خيار، إما أن نعيش أحرار أو أن نعيش تحت سيادة الاستبداد، إما أن نعيش أمة ناهضة أو نبقى أمة متأخرة كما هو حالنا العرب جميعا في مختلف أمتنا العربية. هذا الخيار بيننا هو أن نشارك في صناعة مستقبلنا أو أن نضرب على أيدينا ونبقى نتفرج على ولاة ديكتاتورية يصنعون بنا ما يشاءون. قضيتنا هذه قدرنا، لا يمكن أن نتخلى عنها ولو تخلى الأصدقاء. أيها الإخوة، أريد منكم أن تثقوا بأن اجتماعاتكم وتحركاتكم ليست سدى. مثالنا التونسي يقول: الدوام ينقب الخام. نحن بثباتنا وتمسكنا واستمرار عملنا نبني قوة هي قاطرة سياسية الآن في البلاد التونسية، ونسعى إلى توحيد كل الطريق. والآن تحققت وحدة الهدف بين كل مكونات الشعب التونسي. التشخيص واحد والرغبة واحدة، ولكن وحدة الصف لم تتحقق، لكنها تحت دفع الأحداث ستتقدم. وليس مطلوب أن يكون الجميع في جبهة واحدة، 3 جبهات أو 4 جبهات. المفيد أن نوثق أعمالنا في الميدان، وسنبقى كجبهة خلاص وطني نسعى إلى تحقيق هذا الهدف، لأنه مما يطلبه منا وطننا العزيز. إذن أيها الإخوة، هو في أفول ونحن في صعود، ونحن نعيش فوق بركان الانفجار الاجتماعي. أيها الإخوة، إنهم يكذبون علينا ليلا مساء صباح المساء، يقولون أن الأزمة سببها الاحتكار، وأن الأزمة سببها الحرب الخارجية في أوكرانيا، إلى غير ذلك من الترهات. خطأ، هذا خطأ محض. لماذا؟ هم يعترفون بأن مخازن ديوان التجارة خاوية من مادة السكر. أين ذهبت مادة السكر؟ هل من الصحراء ذهبوا بها؟ لا أيها الإخوة، الدولة في حالة إفلاس، ليس لديها ما تدفعه لمزودها من جميع المواد الأساسية ومن الأدوية الحياتية بالنسبة إلينا. تذكروا فقط البيان الذي صدر البارحة عن شركة الطيران المدني، الشركة الجوية التونسية، تقول بأنها أصبحت غير قادرة على تسديد الأجور بداية من اليوم هرة أكتوبر. لماذا؟ لأن حساباتها البنكية قد وقعت عقلتها. من مزوديها. الشركات العمومية الآن تبرز، لا ديوان الحبوب لا يتلقى ما يفرض أن تعطيه الدولة من دعم، ولذلك يلتجئ إلى القروض، والبنوك أصبحت تتقاعس في إسناده القروض، ولم تعد لنا سمعة في الخارج حتى نقترض. هذه أيها الأخوة مظاهر لأزمة عميقة، أزمة هيكلية. هذه الأزمة سببها ما تراكم من مديونية تجاوزت ما ننتجه سنويا، سببها نزيف في المالية العمومية، مصاريفنا تتجاوز مداخيلنا، سببها أننا نورد أكثر بكثير مما نصدر. إذا لم ننتبه إلى هذه الحقائق، إذا لم نعالج هذه الهنات، فسنبقى كما يقول مثالنا التونسي: إن هز ساق تغرق الأخرى، ولكن الغرقان راهو قاعد يمشي بينا في الهاوية. لذلك أيها الأخوة، جبهة الخلاص الوطني والغدار هذا برا تونس لذلك أيها الأخوة، جبهة الخلاص الوطني
لا تطرح فقط الذود عن الحرية، الذود عن المؤسسات الدستورية وهي قضية نبيلة، لا تطرح فقط العودة إلى الشرعية الدستورية وإلى الشرعية الانتخابية المجددة، وإنما تطرح أيها الأخوة الإصلاحات الضرورية لاقتصادنا، وتطرح ونحن نعلم بأنها مكلفة وأنها تتطلب تضحيات كبرى من بيننا، ولذلك نحن الذين سنضحي، نحن الذين يجب إشراكنا في أن نقرر ما هو المجال الذي يجب أن تأخذه هذه الإصلاحات، ما هي التعويضات، ما هي المرافقات التي يجب أن تكون حتى لا نضحي بجزء من شعبنا يجد نفسه على حافة الطريق. هذا أيها الأخوة لا يمكن أن يتم إلا من خلال توافق وطني، وإطاره الأوحد أحببنا أم كرهنا هو الحوار الوطني. أذكركم بأن تونس نجحت مرتين في الحوار الوطني، مرة في لجنة بن عاشور ولم تكن هناك انتخابات، كانت هناك كل الأطياف وتوافقت مع الحكومة القائمة آنذاك في إيصال تونس إلى أول انتخابات حرة في تاريخها، انتخابات 2011. اعترف بها، اعترف بحريتها من نجح فيها ومن فشل على حد سواء. والمرة الثانية هي الحوار الوطني في سنة 13، كان تحت وقع اعتصام رحيم وتجاذب عميق وانقسام حاد، لكنه انتهى بروح حضارية عالية سلم في منتهاها الأفعال عليه الحكومة بكل أريحية. أقول فقط حتى يتذكر الناس ما هي الإنجازات العسكرية المنعوتة بالسوداء. نعم فيها الكثير من الإخفاقات، وأنا آخر إنسان ينكر الإخفاقات وقد تصديت لها في وقتها، لكن المسألة أن نقر بأننا كشعب قفزنا، حققنا قفزة إلى الأمام، إلى شاطئ الحرية والديمقراطية، أصبحنا جزءا من الشعوب الحرة. والآن تنتكس الأمور ويراد أن يعودوا بنا إلى الاستبداد. إذا قلت بأن الحوار الوطني يجب أن لا نكل ولا نمل في طرحه، لأنه لا مندوحة عنه، لا بديل عنه. يجب أن يلتقي الأطراف التونسيون، يجب أن يلتقي فرقاء الأزمة التونسية دون إقصاء أبدا، ويتحاور حول الإصلاحات الدستورية والإصلاحات السياسية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ويكلفوا والجمع حكومة إنقاذ كفء وتحت بثيقة طائفة عريضة من التونسيين. هذا هو الشرط حتى نخرج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. لا سبيل إلى حل الأزمة الاجتماعية دون حل الأزمة السياسية. اليوم هل يسندنا الصندوق الدولي أموالا أو لا يسند؟ الأمر سياسي، لأنه إن أسندنا فلن تحل الأزمة الهيكلية. الأزمة الهيكلية تتطلب منا برنامج للنهوض بالاقتصاد الوطني، وإن أعطانا فضلا على أنها لن تحل الأزمة ستصب النار على الزيت، لأنها قرارات أسقطت من فوق، قرارات فوقية، ولو أن صادق عليها بكل أسف الاتحاد العام التونسي للشغل. أتمنى أن تكون زلة، لأن ما أمضى عليه الاتحاد الاتفاق فيه تضحيات ليس للمجتمع الطاقة لتحملها. يجب أن نتحمل التضحيات بالتضامن وبالاتفاق على المدة الزمنية وبإيجاد الإسناد والمرافقة لكل من قد يتضرر من هذه الاستثمارات.
كثيرة عليكم. أريد أن أقول لكم أن اجتماعكم هذا هو بدء على عود. عدنا إلى الميدان، وأدعوكم جميعا أن تأتوا مرفوقين بأصدقائكم وأهاليكم وإخوانكم إلى المظاهرة الكبرى التي ستنظمها الجبهة الوطنية للخلاص في يوم 15 أكتوبر الحالي الجاي. في ميادين الكفاح يوم 15 من هذا الشهر حتى نقول بصوت عالي أننا نقاتل الانتخابات، أننا نقف في وجه استهداف القيادات السياسية وكافة المواطنين، وأننا نقف في وجه اغتيال الحريات بما فيها حرية التنقل والسفر وحرية الاجتماع. أيها الأخوة، موعدنا يوم 15 حتى نكون كقوة ضاربة في هذا البلاد، وهي محطة ستليها محطات، ولا تفرقوا قد نجد عثرات وقد نجد من أسباب الوهن، لكن التصميم على أن ننتصر هو مفتاح النصر. فإلى اللقاء ومنتصرون إن شاء الله. Thank you.